اهلا بيكم. كل سنه وانتم طيبين، يا رب بدايه سنه تكون سعيده عليا وعليكم كلكم. وحشتوني، ده قبل اي حاجه طبعا. بجد عارفه ان انا منقطعه بقالي كتير، بس راجع بقى عشان اصالحكم النهارده بوصفه خطيره. اللي مش هيجربها بجد هيبقى فايته كتير. قطر عجينه معجنات ممكن تجربوها في حياتكم. الفكره مش في المكونات خالص، بالعكس هي نفس المكونات اللي احنا عارفينها. الفكره في تكنيك عجن العجينه دي. هقول لكم النهارده ازاي تعملوها بطريقه بسيطه جدا. نبتدي الاول بتحضير العجينه. اول حاجه معانا كوبايتين من الدقيق، دقيق متعدد الاستعمالات، عليه رشه ملح صغيره، معلقتين كبار من السكر، معلقه ونص صغيرين من الخميره الجافه، معلقه واحده كبيره من الحليب البودر، ودي اختياريه لو مش موجوده تقدروا تستغنوا عنها. هنعجن العجينه دي بحليب دافي، حوالي كوبايه الا ربع من الحليب. انا زودت الحليب كل مره واحده عشان عارفه مقادير الدقيق بتاعي، بس انتوا زودوه بالتدريج، ممكن تحتاجوا معلقه زياده معلقه اقل لحد ما العجينه تبقى بتلزق كده زي ما انتوا شايفين. كده فاضل اخر مكون، عجنتها دقيقتين وهزود بقى الزبده. حوالي معلقتين كبار من الزبده الطريه، تكون بدرجه حراره الغرفه اللي هم تقريبا بالجرامات 25 جرام. وهنفضل نعجن فيها 10-15 دقيقه. اهم حاجه ان هي تبقى ناعمه، بتلزق كده شويه زي ما انتوا. وهنكمل بقى عجن كده حوالي 10-12 دقيقة ولا حاجة، سواء في العجانة او على ايديكم الموجودة عندكم. المهم ان تبقى عجينة طرية جدا كده زي ما انتم شايفين، بتلزق شوية وناعمة وملساء كده زي ما انتم شايفين. دهنتها دهنة زيت وبغطيها واسيبها تخمر في مكان دافي لحد ما حجمها يتضاعف كده زي ما انتم شايفين. عادة في الجو الساقع ده بولع الفرن دقيقتين وبعد كده اطفيه واسيبها تخمر جواه. على الرخامة او السطح اللي هتشتغلوا عليه رشة دقيق خفيفة. ونبدأ بقى ان احنا نقسمها. انا العجينة دي كوبايتين دقيق هتعمل معاكم تقريبا 8، حجمهم متوسط مش صغير ولا كبير. ممكن تقسموها لاكتر من كده او اكبر من كده زي ما انتوا حابين. باخد بقى كل قطعة من العجينة الفها على شكل كورة تكون منتظمة جدا، واحاول اخلي شكلها مظبوط، وارصهم بقى كده جنب بعض واغطيهم طبعا واسيبهم يرتاحوا كمان 10 دقايق. ونبتدي بقى باول كورة عملناها هتكون ارتاحت كويس. بعد 10 دقايق ناخدها برش دقيق خفيفة برضو خالص، ونفردها كده زي ما انتم شايفين سمك متوسط، مش رفيعة قوي ولا برضو تخينة قوي. بضغط كده على الاطراف اكتر شويه عشان تكون رفيعه اكتر، عشان لما نلمهم على بعض ما تبقاش معجنه او فيها عجين كتير. صوص بيتزا عملناه مع بعض كتير قبل كده. عموما العجينه دي فليكسبل جدا، اي حشوه تخطر على بالكم باي اضافات. انا عملتها بحشوه بيتزا، صوص بيتزا مع شويه بيبروني متقطع، فلفل زيتون، شويه موتزاريلا على شويه رومي، كمان رشه كده من البهارات الايطاليه السحريه، شويه بهارات ايطاليه مع بعض في علبه واحده كده، اكليل جبل مع زعتر وريحان. بجد بتقلب طعم اي حاجه للطعم الايطالي. ولميت الاطراف كده بالشكل اللي انتم شايفين ده. واهم نصيحه ان احنا نقفل عجينه كويس بصوابعنا كده، نقفل اي حاجه مفتوحه ونلمها على شكل كوره تكون منتظمه. وبس كده. رصيتهم كده جنب بعض في الصينيه اللي هيدخلوا فيها الفرن، تحتيهم بس ورقه زبده وبينهم مسافات كده زي ما انتم شايفين عشان ما يلزقوش في بعض، لان لسه يخمروا مره كمان تقريبا من نص ساعه لساعه. ده كان شكلهم بعد ما خمروا. ضعف حجمهم كده اخدوا معايا تقريبا 35 دقيقه ولا حاجه، لان بولع الفرن شويه بدفيه عشان يكون الجو دافي فيخمروا اسرع. قبل ما يدخلوا الفرن على طول بدهنهم حليب كده على الوش، متوفر دايما وبيديني نتيجة حلوة جدا. بدخلهم فرن متسخن كويس، حرارة من 190 ل 200 في الرف التاني من تحت. اول 10 دقايق بولع من تحت، بعد كده بولع من فوق دقيقتين ولا حاجة اول ما تاخد لون من تحت. لو عندكم مروحة في الفرن ياريت تشغلوها، هتديكوا اللون التحفة اللي انتوا شايفينه ده. اهم نصيحة بقى لازم تسمعوها في الفيديو ده، الزبدة. هنديها مسحة زبدة أول ما تخرج من الفرن وهي لسه سخنة مولعة كده. مسحة زبدة سايحة على الوش دي هتحول العجينة من عجينة ناشفة لعجينة طرية، وطعمها وريحتها تجنن. رشيت عليهم كمان شوية كده من الجبنة البارميجان المبشورة، ورشة كده من البهارات الإيطالية للتزيين بس مش أكتر. عايزة أقول لكم إن مفيش أي وجود للزبدة. هو الزبدة اللي احنا بنديها على الوش دي أولا بتخليها طرية، ريحتها تجنن وبتديها لمعة كده زي ما انتم شايفين. بس العجينه بتمتصها اول ما بنحطها عليها، يعني ما تحسوش بقى ان هنلاقيها عليها زبده من بره والكلام ده، لا اطلاقا. شايفين بقى الطراوه، شايفين شكل العجينه من فوق مش ناشف ولا بيتقشر ولا الكلام ده. عامل زي خبز البيض والزبده اللي انا كنت بعمل فيه سندوتشات البرجر وكلكم دايما كنتوا بتسالوني عليه. تعالوا كده نراجع الثلاث نصايح المهمين عشان تاخدوا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. اولا العجينه تعجن كويس جدا 10-12 دقيقه. ثانيا نقفل العجينه كويس جدا عشان الحشوه ما تخرجش واحنا بنسويها. ثالثا واهم حاجه
مسحة الزبدة اللي على الوش بعد ما تخرج من الفرن. وطبعا درجة حرارة الفرن مهمة، درجة حرارة عالية 200 أو 190، دي درجة حرارة عالية عشان لو استوت على درجة حرارة قليلة هتطلع ناشفة جدا معاكم. جربوها، أنا واثقة ان هي تعجبكم جدا، وزي ما قلت لكم فليكسبل جدا، تقدروا تحشوها بأي حشوة تخطر على بالكم. بالهنا والشفا مقدما، واشوفكم قريب ان شاء الله في فيديو جديد.